فبيروحوا هما التلاتة للقبو ده وبيلاقوا هناك تمثال راهبة، ولما بيحركوه بيظهر مكان لمفتاحين، ولما بيدخلوا المفتاحين بيظهر نفق تحت الأرض. فبيقرر نيت إن هو يدخل النفق هو وكلوي، وبيدي سوري واحد من المفاتيح وبيقول إن هو لازم يستنى هنا علشان لو حصل حاجة في النفق، وبيشغل لسوري تطبيق عبارة عن خريطة علشان يعرف تحركاتهم ويتحرك معاهم أول بأول. وبعدها بينزلوا النفق وبيخرج سوري من الكنيسة وهو بيتتبع حركتهم تحت الأرض. وساعتها بنشوف باردوك وهي بتراقب سولي، وساعتها بتؤمر رجالتها ان هم يوصلوا لنيت وهي هتراقب سولي بنفسها. وفي الوقت ده بيكتشف نيت نفق تاني بيوصل لبار تحت الارض، فبيدخلوا البار وبيعرفوا ان رجالة باردوك بتدور عليهم، وبيحاول نيت ان هو يشغل رجالة باردوك وبيعمل حريقة في البار. وبتلاحظ كلوي ان في نقش غريب مرسوم على الحيط، ولكن بيجي واحد من رجالة باردوك وبيضربوا نيت بإزازة المشروب اللي معاه. وفي الوقت ده بتحفر كلوي في النقش لحد ما بتلاقي مدخل للمفتاح، وبتفتح بوابة صغيرة فبيدخل نيت وراها وبيلاقوا نفسهم في الصرف الصحي، وبيكون في مكان للمفتاح في السقف. وبتدخل كلوي المفتاح، ولكن ساعتها المكان بيبدأ يتملي بالمية ومفيش أي مهرب علشان يخرجوا منه. فبيتوتر وقتها نيت وبيتصل على سولي وبيقول له إن أكيد في مدخل المفتاح اللي معاه في نفس الموقع فوق، ولازم يلاقي المدخل ده لأن هي دي الطريقة الوحيدة لإنقاذهم من الغرق. وفي نفس الوقت ده بيكون سولي في مطعم واللي بيكون في نفس الموقع اللي نيت فيه، فبيلاحظ مدخل للمفتاح، ولكن المدخل ده بيكون متغطي بلوح إزاز. وساعتها بيحاول يكسره، ولكن بتيجي باردوك وبتطلب منه يسلمها المفتاح، فبيرمي المفتاح على الأرض وبيخطف منها المسدس وبيضرب نار على لوح الإزاز. وبنشوف نيت وكلوي اللي خلاص على وشك إن هم يغرقوا، وبيكون في الوقت ده سولي بيقاتل مع باردوك وبيرميها على الإزاز وبيكسره، وبيدخل المفتاح في مكانه فبتتفتح بوابة فوقيهم، وبيطلع نيت من المية في آخر لحظة، ولكن كلوي بتفقد قوتها وبتكون هتغرق، فبيقرر ينزل المية علشان ينقذها وبيلحقها في آخر لحظة. فبتشكره كلوي علشان أنقذها وبياخدوا المفتاح وبيكملوا طريقهم. وبعدها بيوصلوا لبوابة تانية، ولكن البوابة دي بتكون بتتفتح بالمفتاحين مع بعض، فبيوصل لهم سولي من خلال التطبيق، ولكن ما بيعرفش يفتح غطا الصرف الصحي وينزل لهم. فبتطلب منه كلوي إن هو يحذف لهم المفتاح اللي معاه، وبيحذف لهم المفتاح فعلا، وبيدمج نيت المفتاحين مع بعض وبيفتحوا بوابة تانية. فبيلاقوا نفسهم في غرفة تحنيط رومانية عمرها 2000 سنة، ويلاقوا فازات كبيرة وبيفتكروا إن جواها كنز. فبيكسروا الفازات وبيلاقوا فيها ملح اللي كان بيستخدمه الرومانيين في التحنيط، ولكن بيلاقي نيت خريطة رسمها القبطان الكانو لمكان الكنز. فبيفتح نيت الخريطة وبيقول إن مكان الكنز الحقيقي في جزيرة في الفلبين. وساعتها بيتفاجئ نيت لما بيلاقي كلوي رفع عليه السلاح وبتطلب منه إن هو يديها الخريطة. فلو عايز تعرف القصة كاملة وتشوف ملخص الفيلم كامل دوس على السهم اللي تحت، واعمل لايك وشير واشترك في القناة علشان تشوف كل حاجة بنعملها. وأهم حاجة ما تنساش تصلي على الحبيب قلبك يطيب.